السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن ثمرات الصيام. الله عز وجل فرض علينا هذه العبادة الجليلة، هذه العبادة الرفيعة التي جعل الله عز وجل جزاء أدائها تكون من طرف الله عز وجل، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جعل لهذه العبادة ثمرات. إذا انطلق الإنسان من البداية حينما يصل إلى النهاية لا بد عليه أن يجني أو أن يقطف بعض الثمرات، بعض الأخلاق الفاضلة. لا بد أن يصل إلى درجة المؤمنين الورعين الأتقياء الأسخياء الفضلاء الكرماء الذين يتحلون ويتصفون بالسماحة والعفو. رب سبحانه عز وجل يمد في الصيام إفكاد الغاية هي تحقيق العبودية الخالصة لله جل جلاله، هي تحقيق التقوى بينك وبين الله، تحسين الأخلاق في المعاملات بينك وبين عباد الله. ماذا تفعل العبادة هذه الصيام؟ حينما تنتهي هذه العبادة توشك على نهايتها لا بد أن يرى الإنسان أثر الصيام في أخلاقه، في سلوكه، في قلبه، في وعيه. لا بد أن يتجلى أثر الصيام وتظهر ثمرة الصيام في معيشة الإنسان، في سعي الإنسان في هذه الحياة، في نظر الإنسان، في تفاؤله، في تشاؤمه، في معاملاته مع عباد الله عز وجل. مراية الصيام، مراية الصرف، مراية الإنسان لرمضان إلى قلب يحس، هذا يحس تحسن، هذا يحس يحقق الغاية في فضل ربي عز وجل في نفس هذا الصيام رمضان. من بين تلك الثمرات إلى قد يحقق الإنسان الحلم والأنات. من بين الثمرات يذكر أهل العلم في الإنسان التسع والاستحقاق واليبلغ الصمت بعد ما يصاب 30 يوما أي من قال الحلم والأنات. ذكر أهل العلم بأن الحلم هو ضبط النفس. الحلم هو ضبط النفس. الإنسان ما يصوم، ما يصوم، ما يسعى شهر رمضان إلى قد يوم أن يسعى الحلم. الحلم إلى الشوف قال أهل العلم هو ضبط النفس. أيها الإنسان يتحكم في نفسيتيس، فإذا ضبط الإنسان نفسه دل ذلك على قوة شخصيته. الإنسان ما لا يوالي يتحكم في نفسيتيس يضبطيت لتعرف حكمان الجميت العطش والجوع طوال رمضان، الجميت جا الشهوات طوال رمضان، الجميت تذكر ربي سبحانه عز وجل طوال رمضان، الجميت تستأخر الأفعال القبيحة والأقوال الآثمة والتمنيات الحاقدة في القلب نتاعو. أيها الإنسان يضبط نفسيتينس، أيها الإنسان يسعو الشخصية، تكون عنده الشخصية. أيها الإنسان أن يكتمل العقل نفس، يكتمل عقل هذا الإنسان. أيها الإنسان راشد، أن يسعو الرشد، يصلح نفسيتينس، أن يعوم فعال للمجتمع
أن يدعو الإصلاح. هكذا كان العباد منذ القدم. بسم الله العباد مراكين أمر تداف مراكين العبد يسعى أشو يسعى الحلم، يسعى العقل، يضبط نفسي في النفس، يغلظ الحكيم. وين في تعرف أن يزدر المغاربة الفلانية، أكيد يروح الفلانية وتعرف باش بواب، روح الفلانية ويسعى الدائرة ويحضرها راه يبطل، روح الفلانية يتبدل رسوة من الحق. وإن قرص بيني الشرع الحلم هو ضبط النفس كي تتحقق عندك قوة الشخصية. ذاكسي كرد العباد أدلف أمر ثدف يستوى الخير، وإن يسعى الرزق يتناول الخير. العبد كرد مشطوح يتساوى ويسمير ما يرزق عنايا ويسمير ما يرزق السيريز ويسمير ما يتعدل أخذ القانون. نعم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة بهذا الخلق. وإن ربي سبحانه وتعالى أخطأوا شعيب قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يفعل آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. سيدنا شعيب أسمي هذا القوم نس وطففنا له المكيال ما لا سنسون ما لا نسند بالقسطاس المستقيم. أسمي لهم أشوفنا القوم ناس يا شعيب ما تصلي فيك ما رمضاني ما العبادة الكراهي ونصف في فارق المكيال. السعي الخطأ الرشد القوة الشخصية يتشكال ويتفكى رب العالمين تبارك وتعالى. فالإنسان الحليم أيها الإخوة هو الذي يتصف بسعة الصدر فلا حقد في قلبه ولا غل ولا حسد لأحد، إنما يعلم بأن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الإنسان يسعى بالحلم، يسعى الخطر، يقلب ضغط نفسي في نفس أدري يعلم ضرب يعني يترزقان، ضرب يعني يتسكسل، ضرب يعني يكرفلان، ضرب يعني يتسلسل، ضرب يعني يتحولان. الإنسان يضيق السعة. أدري يعلم باللي الحسد الغلبون، الكراهية، الحقد، الأنانية، الإيغويزم. أدري يعلم الإنسان باللي خاص يتشور بوليس تجاه العباد النظام ولا شويس بناس يخدم ما يعصي مثل رب العالمين. أدري يغال عبد يسعى الحلم، يسعى الخطر. أدري يغال يتشور بوليس بالرحمة، يتساعف العباد. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وهو أشج بن قيس، رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أشج بن قيس، قال له إن فيك خصلتان يرضاهما الله ورسوله يحبهما الله ورسوله. قال له الحلم والأنات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمي ولا أحد الصحابة قال أشج بن قيس يولد ذي العبد عقلاني يسعى العقل، يولد ذي العبد يتميز، يولد ذي العبد مال يفغوا والد كيميس يسعى أزال يولد سنيف. مجلس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال سوي يسعى العنق نس كعنق الغزال. أمير المؤمنين عمر قال يا ليت كان عندي العنق نتاعي كيما الغزالة، العنق نتاعي يكون عنده ودرة. قالوا علاش يا عمر؟ قال باش كي تجي كلمة من القلب نتاعي نبغي نقولها تلقائي وطور نعبرها.
تبقى تمشي وانا نخدم فيها. صالحه الكلمه هذه ماشي صالحه، تبني ولا تهدم، تنشر الخير ولا تنشر الفتنه، نجرح بها الناس ولا نفرحهم. قال اذا كان لقيت الكلمه هذه مليحه قال ننطقها، اذا كان لقيتها ماشي مليحه كاين موتور تمشي في الرفع في الوصول انا نحبسها. هكذا قال امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الناس يسعى كيقيس بورديس العنق ينس الناس بوردين تغزات الناس مراد يروح ووال كونيو اذهب غادي تسوف غادي الهضره ادي الحواديه في الموتور وتدير العقيقين الطويل اسخن بقى صعبه اولا ديما يصلح المستحاله مريض يروي نشر ربي ويدي تسوارع ما نشر يسن خير داخل السوسيتي والشوارع ما تسمن ديال السوفان الفتنه ما خدمه لا ماشي الفتنه ما تنحر يسن عبد غتصفرها الى يسكن فيه في الصلاح ادي فرادي كمال مولاش ادحب صرف الناس ادي يغال. هذا هو الحلم، هذا هو ضبط النفس. ذلك السيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه من قران اشج بن قيس بمثل ولا يتعقل يولات يرسل يولات خاص ما يتجمع هضرنين معينا نتيسكر مثال خاص كان العباد اظنين ديرير نتيسرح للسامرين يسعى القوى يسعى الميزان ذباب بواب الناس النبي عليه السلام الناس تشينير تستعير سنات الخصلات يحمل اسم ربي سبحانه حمل راسه التمكين للنبي صلى الله عليه وسلم. الناس لا شو ذنب الناس الحلم والانات الناس سعير الحلم الناس سعير الانات. الحلم ذا شوز الناس الحلم ذا عقل الناس الحلم ذا عقل أبدا التثبت في الأمور. الناس الآلات هو عدم الاستعجال عدم التعجل في الأمور. الناس الصحابة كير الناس تجيني السعير سناد الخصلات سعير الحلم الناس الكمال العقلي الناس سعير الحلم تثبيت الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ملك ياس ديوان استغفار وهضرارا جمعت موراي الزرعارا تأكد ما يسحب أمر النير الصراي يسمر بكسات الصرار أم يربي يجوز للكاذب يوكل يصلح الإنسان يوكل من زهور النار ليسونس يتمس يوكل تشعل به التثبت. هم بعد شو السنة وعدم الاستعجال والآلات. ربي قال خلق الإنسان من عجل يسخط ربي عز وجل يتبريسيبيتي يعجل يحمى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أختم أيها الإخوة الكرام بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. واش قال ربي عز وجل؟ قال فاصفح الصفح الجميل. النبي عليه السلام إلى سيد ربي فاصفح الصفح الجميل وهو صفح بلا عتاب صفح بلا أذى. النبي عليه السلام سيدنا رب العالمين الناس تصفح الصفح الجميل. الناس ما تستدعي لا تستهزئ يسر أكثر القلب صفح في الناس الصفح الجميل. سعودي على الخطر الحلم العفو صلصة حب الخير اللي كانت تجرى السمور التسمار أي تجرى أي ثمرة حنا نعطيو لها الحجر نضربوها بالحجر نضربوها بالعصا باش نجريو الزيتون شجرة واش دير أتقلب أغيد في الثمرة أدتسلو هتصل المطول لأن متصرفة لا تصار ما تقولش والله العظيم العام الجاي والله ما نعطيكم حبة تاع الزيتون خاطر ضربتوني تشجر بي. لا العام الجاي ربي عز وجل يسخرها تزيد تعطينا الزيتون وتعطينا الزيت وتعطينا التمر وتعطينا الفاكهة. إن الإنسان المؤمن
إلى غير الشجرة يرمى بالحجر ويعطى أطيب الثمر. هذه هي ثمرة تاع الصيام. الإنسان مؤمن أكيد كان العباد سيزرع شي يوصل تصرض ويزرع أصدر الكلمة الطيبة، أصدر الثمرة، الابتسامة، النصيحة، حب الخير. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا بماذا؟ حذرنا من رد الثأر وانتهاج سياسة الانتقام والعنف. النبي عليه السلام يحذرني إن هذا الحقد يتساوي مع الشر، الانتقام صار يتساوي مع الشر، مقابلة الإساءة بالإساءة يتساوي مع الشر. إذا رب العالمين سليمانيس وشو وجزاء السيئة سيئة مثلها. الإسلامانيس كرم الغير فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ذلك النبي عليه السلام من ولي رمضان تقلق العباد كيصوموا في بالك يتقلقوا يتسبوا شكون يفوت بريود تاعه كيبيعوا يشريوا يتقلقوا يتفاتلوا كيكون حساب بين واحد يرضى الخور الناس كامل مقلقه. ربي سبحانه عز وجل أراد عن طريق الصيام أن نربي أنفسنا على هذه الخصال ونبعد عليها كامل فنتحلى بكرم الغير. هذا يسعد الإنسان اللي يسعى الخطر السماح اللي يثبت في الأمور ويستعجل لها. إن النبي عليه السلام من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء، من أي الحور العين شاء. رب سبحانه عز وجل أشو دينا بنادوينا يحمله باس إسماس يخدم الشر أدي يرتسع ولكن نتسع إن شاء الله يسلم الخير. يوم القيامة يعفى ياسي السمحاس يوم القيامة سيدي السيد ربي الزف العامة كامل يا فلان يا من كرم غيظا يا من أطفأ جمرة الغضب والحقد في قلبه تعالى أنت الأول على رؤوس الخلائق. أرواح أو إن تسميحان يعفون أو إن ترجو نجرى ربي أو إن طهرونيس أو إن تصرجلا أكي تصارف سلسلة أكيد ربي والقيامة أكي خير للجنة هي الحور العين يوفي الذي يتمتع الإنسان سن الحلال ذينا للجنة. ورب سبحانه عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نسأل المولى جل جلاله أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصدقتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا يا عزيز يا رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندنا وصل جمع التبرعات كل صفي واحد يجمعون بدل السلام الإمام لهذا المسجد والله عز وجل لا يضيع أجر من السلام عليكم.